فكرت في يوم ازاي الدول بتسوق للفلوس؟ انت سمعت صح. الدول والشركات بيسوقوا للفلوس بس بطرق غير واضحة. بس خد بالك تأثيرها بيكون كبير قوي. في الفيديو ده هندخل في عالم تسويق المال. هنشوف ازاي كل حاجة حوالينا بتتحول لفرص تسويق للفلوس بطرق ذكية جدا من الشركات ومن الدول. الفلوس أساس كل الأنشطة اللي في حياتنا اليومية. بس سألت نفسك في يوم هي الفلوس أصلا بتتحرك ازاي؟ الموضوع مش مجرد عملية بيع وشراء. الموضوع هو ازاي الأموال دي بتتحرك في إطار مقفول، يعني في ضمن بيئة مقفولة، بيئة تسويقية مقفولة عشان ترجع للدولة تاني. الدول بتستفيد من الفلوس في شكل ديون واستثمارات. فكر في الدول الكبيرة زي أمريكا والصين. لما الحكومة بتبيع الديون بتاعتها بتعرض على المستثمرين فرصة للحصول على فوائد كبيرة على مدار وقت طويل. الديون دي مش مجرد أرقام، دي أداة تسويق للحكومة. الدول بتعرض فلوس في شكل قروض، المستثمرين بيشتروها، وبعد كده الحكومة تاخد الفلوس تاني منهم، توسع بيها عمليات الاقتصاد وتعمل بيها مشاريع جديدة. الدول والشركات بيسوقوا للفلوس في سياسات اقتصادية مبتكرة. على سبيل المثال تحفيز المال، أداة شائعة الحكومة بتعملها بتدعم بيها الاقتصاد المحلي. في أوقات الأزمات الاقتصادية الحكومات بتقرر تضخ أموال في السوق، زي ما حصل مثلا في أزمة كورونا. الحكومات ضخت مليارات عشان تساعد الشركات والأفراد. لكن السؤال هنا إزاي المال بيتسوق له بالطريقة البسيطة؟ الفلوس اللي الحكومة بتضخها بتدور في السوق وتتحرك براحتها، تروح من إيدك لإيد محمد، لإيد أحمد، لإيد علي. ودي حاجة بتزود النشاط الاقتصادي وتعزز من الثقة في الأسواق. لكن مش بس الدول هي اللي بتسوق للفلوس، الشركات كمان بتسوق للفلوس. فكر في الشركات الكبيرة اللي بتقدم عروض وقروض واستثمارات. لما الشركات بتعرض منتجاتها وخدماتها هي مش بس بتبيع حاجات، هي كمان بتبيع فرص للاستثمار. خدمات زي القروض العقارية، قروض السيارات، هي بمثابة برضو تسويق للفلوس. الشركات بتعرض لك الفلوس مقابل فوائد على المدى الطويل. كده الشركة تستفاد من الفلوس المدفوعة وأرباح متزايدة، وانت بتستفاد من المنتج. خد بالك مش بس الشركات والحكومات هي اللي بتسوق للفلوس، انت كمان بتسوق للفلوس كل يوم في حياتك اليومية، سواء بقى كنت بتدير أموالك الشخصية أو حتى بتفكر تستثمر، زي ما بتختار تاخد قروض أو بتحط فلوسك في البنك عشان تاخد عليها فايدة غير مباشرة. انت كده بتسوق للفلوس. من ضمن الاستراتيجيات اللي بتستخدمها الشركات والبنوك إن هي بتعمل إعلانات للأفراد عشان تزود حاجتك للفلوس، زي حملات التسويق اللي بتتعمل عشان تروج لقروض شخصية أو بطاقات ائتمانية. فدي بتزيد من رغبتك إن انت تروح تطلع بطاقة أو تاخد قرض عشان تاخد فلوس، وبتاخدها طبعا بفايدة كبيرة، وده ممكن يعود عليك بضرر كبير لو انت مش محتاج. الحياة تسويق الفلوس مش بس موضوع بنشوفه في الاقتصاد الكلي، ده شيء بنعيشه في حياتنا اليومية من غير ما ندرك. فكر في كل مرة إعلانات بتجذبك للاقتراض أو استثمار أموالك بطريقة معينة. الفلوس بتتنقل من إيد لإيد تحت تأثير استراتيجيات تسويقية مدروسة. طيب يا عم هو احنا مالنا ومال الرغي ده كله؟ هقولك انت مالك دلوقتي. كل ما انت فهمت أساليب التسويق بتاعت الفلوس كل ما تقدر تتحكم في قراراتك المالية وتبقى قرارات مدروسة لصالحك انت، مش لصالح الشركة أو مش لصالح الدولة. الفلوس مش بس أداة شراء، هي كمان أداة تسويق بتأثر في حياتك اليومية بطريقة انت ما بتاخدش بالك منها. دلوقتي بعد ما عرفت ازاي بيتسوق للفلوس، هل انت جاهز ان انت تستغل المعلومات دي في حياتك المالية؟ فكر في الخيارات اللي قدامك وابحث الاستراتيجيات اللي بتساهم في تحقيق هدفك انت المالي، مش هدف الشركة، مش هدف الدولة. لو عجبك بقى المحتوى يا ريت تعمل لي فولو، تعمل لي لايك، تعمل لي كومنت.